ازيكم يا حبايبي؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل حاجه ما نستغناش عنها في رمضان، الكنافه بكل انواعها واشكالها بنعملها. بس النهارده انا هعملها لكم اساور. اساور الكنافه دي سهله قوي، بتتلف كده على صباعنا. ما يكون كنافه تبقى طازه، وتبقى بيسموها كنافه الطرح عشان تبقى سهله عليا وانا بلفها. تلفيها طبعا الحجم اللي انت عاوزاه، الصغير ده بيكون كويس. انا عملت 2 3 كده بالمكسرات، والباقي هحشيها نوتيلا. عندك شوكولاته بسيطه كده بار في البيت، او شوكولاته ساده او شوكولاته خام، هسيحها بشويه لبن صغيرين معلقتين لبن سخنين، وهحشي بيها الكنافه. مفيش مشكله خالص ان تحشيها بنوتيلا. انا طبعا حطيت عليها سمن كتير. ليه؟ عشان تبقى لونها حلو. بس السمن اللي هيفيد ما تخافيش، هناخده تاني بعد ما تستوي، وممكن ينفعك في حاجه تانية. بس اهم حاجه غرقيها سمن كده. حطيتها على درجه حراره 180 وطلعت زي ما انتم شايفين كده. هسقيها عسل كتير برضو، وبعدين برضو هصفيه. بس بعد كده بقى، بعد ما صفيت العسل، هحط النوتيلا كده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم، عندكم شوكولاته خام هتسيحيها وتحط عليها معلقه لبن سخن، وتبقى جميله قوي وزي النوتيلا بالظبط، مفيش مشكله خالص. عندك النوتيلا برضو هتدفيها شويه عشان تبقى سهله وانت بتحطيها على الكنافه، وتبقى بالشكل الجميل ده، وطعمها حلو جدا. والاسعار الخياليه الغاليه جدا في المحلات، انت هتعمليها احلى واجمل وبسعر بسيط جدا. وبالهنا والشفا، وكل سنه وانتم طيبين.